حل دائما البحث عن نقطة أو ان بوين دو فيكساسيون باش نجمعوا. سي حسن، يبدو من خلال أول 5 دقائق من اللقاء يبدو بأن المنتخب الوطني المغربي هو الذي يهاجم. نعم، هذا ليس بالغريب على المنتخب الوطني المغربي. نشوفوا هنا المحاولة ديال اللاعب اشابار اللي حاول انه يتجاوز الصف الاول الدفاعي ديال المنتخب التونسي. دائما هناك محاولة بطبيعة الحال، أولى المحاولات بشكل ناجح. المنتخب الوطني المغربي يحقق بداية بالقرب من منطقة تسجيل المنتخب التونسي. حاول يلعب على اليمين وعلى اليسار الى حدود انه تمكن من تسجيل محاولة. الان المنتخب الوطني المغربي متقدم. اذا 5 نقاط نعم، واضافه نقطه عناصر المنتخب المغربي في التربص ديالهم في بن سليمان، يعني كان عندهم واحد العزيمه واحد القوه، وخداو على العاتق ديالهم انهم يقوموا محاوله ثانيه للمنتخب الوطني المغربي، اللي رغم ان الشرط كانت لنا المنتخب التونسي تمكن انه يسترجع الكره ويسجل المنتخب الوطني المغربي طاقما ومكتب مديري لاعبين كلهم كانوا يعني باغيين يقدموا هذه الهديه، ادخال الفرح بالصفر في انتظار ما ستصفر هذه التحويله لاضافه نقطتين، وهذا ما نتمناه. بالفعل تضاف نقطتين ليصبح التسجيل. اذا دائما اختلاط مأمور للمنتخب الوطني المغربي اللي كيلعب ب 14 العناصر ضد 15، وداخل الاختلاط المأمور هناك 7 لاعبين ضد 8 لاعبين، بالرغم من نعم 7 لاعبين امام 8. يعني زياده عدديه، زياده في القوه، جعلوا او رغموا المنتخب الوطني المغربي يثبت محاوله. نعم، قام المنتخب التونسي بتسجيل محاوله، كتصبح النتيجه 12-5 على بعد اقل من دقيقه. سنتابع ما الذي سيحدث. هنا اللقطه الماضيه، هنا الفرصه الماضيه اللي من خلالها المنتخب التونسي. المنتخب التونسي يعني شفنا كان كيعتمد كثيرا على الخطوط الاماميه. ركله الاستئناف، نعم، انتهى الوقت، فالحكم غادي يتسنى حتى يعني يكون ان اغي دو جو سور اون فوت ماجور. محاوله ديال المنتخب التونسي، محاوله للمنتخب التونسي. هذا خطا كبير، السرعه إذا كتشوف أقل من 30 ثانية تمكن أنه يسجل 10 ديال النقاط. المنتخب التونسي الذي يحصل على 5 نقاط. كان مجهود كبير في اللقطة الماضية من جانب في انتظار التحويلة، ومباشرة بعد التحويلة سيعلن الحكم على نهاية الشوط الأول. إذا هنا الإعادة، هنا اللقطة سرعة كبيرة. كانت هناك مساحات كبيرة بين لاعبي المنتخب الوطني المغربي. إذا في انتظار الفرصة الأخيرة قبل نهاية هذا الشوط. نعم كيسجل 2 نقاط، كتصبح النتيجة 4. إذا المنتخب المغربي هو الذي سيتولى مهمة إلقاء الكرة في النفق، ومن بعد الربح ديال الكرة إما سيكون هناك انطلاق اللاعب 8 في الجهة اليمنى، أو اللاعب سيكون على الجهة اليسرى مع اللاعب أشهبر. هناك نعم محاولة للاعب الحو، نعم هناك محاولة للاعب الحو اللي ما فلحش في يسجل المحاولة. كنظن بان هناك امتياز للمنتخب الوطني المغربي، لان شفت الحكم رفع اليد اليمنى ديالو. دائما الكره مع المنتخب، عناصر المنتخب المغربي اللي يعني خصنا نفس البدايه اللي بدينا بها في الشوط الاول نحاولوا اننا نبداو بها ونحاولوا نسجلوا ما امكن النقاط، سيما وان عامل الرياح فهي لصالح. هناك محاوله اختراق دائما الكره. نعم، ممتاز محاولة جميلة اللي كيسجل هو إليان الخطابي بطريقة فنية وجميلة. تفوق علينا في الدقائق الأخيرة. نعم في اللحظات الأخيرة من المقابلة، حيث قام بتسجيل 10. أنه استطاع أن يحصل على 5 نقاط، وإضافة نقطتين من استرجاعها.
اللاعب اشهبار اللي كيقوم بحمله مضاده. نعم هناك اختراق، يجب ان تكون هناك مسانده اللاعب الحوكي يمتاز بسرعه. نعم محاوله ان شاء الله ممتاز. نعم تمريره بالرجل ديالو. ممتاز مع ماذا سيعلن الحكم. نعم سيدخل في استشاره مع حكمة الشرط، لان حق اللاعبين اون دوزيام لين اللاعب 4 و5 انهم يعاودوا يربحوا لنا كرات في الشوط هذا. كره يحاول الاقتراب من منطقه الجيل وسيعمل على ربح الكره في الشوط، ثم يعني عن طريق الدفع الدخول الى منطقه الجيل. يجب ان ربح الكره هذا بالفعل. اذا يجب الحفاظ على الكره اولا، ثم الدفع الى ان يعني نلج الى منطقه الجيل، وانذاك نقوم بتسجيل الكره. هناك اخطاء كنلاحظها، هناك محاوله كنظن محاوله جميله كتعطينا اضافه 5 نقاط لكتصبح النتيجه وسيكون امام فرصه للحصول على نقطتين. نعم لاضافه نقطتين، وهذا ما نتمناه. سنتابع. هنا كانت الفرصه، هنا كانت العامل البدني، اللياقه البدنيه، أما التكتيك جميل اعتذر جميل ما قام به اللاعب المنتخب الوطني المغربي كيقوم بحمله مضاده. نعم هناك اختراق، يجب ان تكون هناك مسانده اللاعب الحوكي يمتاز بسرعه. نعم محاوله ان شاء الله ممتاز. نعم تمريره بالرجل ديالو. ممتاز. مع ماذا سيعلن الحكم. نعم سيدخل في استشاره مع حكمة الشرط، لان حق اللاعبين اون دوزيام لين اللاعب 4 و5 انهم يعاودوا يربحوا لنا كرات في الشوط هذا. كره يحاول الاقتراب من منطقه الجيل وسيعمل على ربح الكره في الشوط، ثم يعني عن طريق الدفع الدخول الى منطقه الجيل. يجب ان ربح الكره هذا بالفعل. اذا يجب الحفاظ على الكره اولا، ثم الدفع الى ان يعني نلج الى منطقه الجيل، وانذاك نقوم بتسجيل الكره. هناك اخطاء كنلاحظها، هناك محاوله كنظن محاوله جميله كتعطينا اضافه 5 نقاط لكتصبح النتيجه وسيكون امام فرصه للحصول على نقطتين. نعم لاضافه نقطتين، وهذا ما نتمناه. سنتابع. هنا كانت الفرصة، هنا كانت العامل البدني، اللياقة البدنية، أما التكتيك جميل اعتذر جميل ما قام به اللاعب المنتخب الوطني المغربي. يمكن الحكم علم انه تكون اخر انتهاء المقابله. إذا مشاهدينا الكرام، نهاية المقابلة. هنيئا للمنتخب الوطني للركبي، هنيئا للجماهير المغربية. فرحة السيد حسن ألتقي بكم في المواعيد الرياضية القادمة. إلى اللقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.